الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم الله جميعا. هل الشيعة يطعنون بالعباس أي عم النبي صلى الله عليه وسلم وابنه ابن عباس وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. هذا كتاب تفسير قمي ذكر الآية: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ذكر الرواية طويلة ثم قال، يعني معصوم الشيعة: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ففيه نزل وفي أبيه. إذن هذه الآية تذم كما يقول الشيعة ابن عباس وأبيه وحاشاهما. كتاب معجم رجال الحديث للخوئي يقول: ولكن هذا أيضا لا يتم، فإنه لا إشكال في إسلام العباس، فلا مانع من تسليم عليه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على أنه لم يثبت صدور هذه الزيارة من المعصومين. وملخص الكلام أن العباس لم يثبت له مدح، ورواية الكافي الواردة في ذمه صحيحة السند، ويكفي هذا منقصة له، حيث لم يهتم بأمر علي بن أبي طالب عليه السلام ولا بأمر الصديقة الطاهرة في قضية فدك، معشار ما اهتم به في أمر ميزابه. إذن هذه نظرة الشيعة في رواياتهم إلى ابن عباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو العباس.